بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. الساكن تحت ستر العلي تظلله حماية القدير. مزمور 91 عدد 1. رسالتك النهاردة من أمنا الحنونة العذراء مريم أم النور، أم المعونة، بتطمنك وبتقولك اطمن جدا، الحاجة اللي قلبك متعلق بيها يسوع هيحققها لك، سيفتقدك برحمته وهيشفي جروحك ويطيب قلبك، سيحملك من الحزن إلى الفرح ويجعل حياتك تنبض بالحياة من جديد. ثق فيه، يسوع بيحبك ولن يتخلى عنك مهما حصل، لأنك جعلت الله ملجأك والعلي مسكنك الآمن. اطمن مهما قابلتك صعوبات وانكسارات في حياتك، ومهما فشلت في أي شيء أو تألمت، ثق إن كل ما هو سيء سيختفي تماما، سيتحول إلى فرح ومجد وانتصار. اوعى تفقد رجائك في إلهك، فلا يمكن للمسيح الحقيقي المؤمن أن ييأس أو يستسلم للصعوبات والضغوطات اللي بتقابله، لأنه يدرك تماما أن الرب يسوع المسيح معه. فلا تجعل الخوف والقلق يزعزع إيمانك، ده هو سندك وعكازك، ستعبر به ومعه إلى بر الأمان، وستذوق محبته وستلمس نعمته، سيغمرك بسلامه الذي لا يزول، سيستجيب لطلباتك لأنه شاعر بيك وبألامك. يسوع معك باستمرار، بيحمل عنك همومك وأتعابك، بيتألم لحزنك وبيخفف عنك أوجاعك، وبيرفع عنك أصعب التجارب لأنه يحبك. وبلمسة واحدة منه يستطيع أن يغير كل حياتك، يغير المرض لشفاء، والحزن لسعادة، والضيق لفرج، واليأس لرجاء. وقت الخنقة أو الضيقة بيحتضنك وبيحميك من أي شر، فاترك خوفك وحزنك مدام يسوع معك، ولا تجعل القلق والإحباط يسيطر على حياتك، بل اهزمه بقوة يسوع المسيح. وثق إن كل ما هو سيء سينتهي تماما، سيختفي من حياتك، وستجتاز أي عقبات أمامك، لأن الرب معك لن يتركك، وكل هذا سيتحول لفرح بقوة رب المجد يسوع. الآية بتقول في مزمور 91 عدد 2: أنت إلهي وملجئي وحصني فأطمئن، سيعطيك القوة والراحة والأمان، سيقودك للنجاح دائما، سيخلصك من كل شدة، سيغمرك بمحبته وسلامه الذي لا يزول. اتكل عليه من قلبك ودعه يملك على كل حياتك، سلمه كل أمورك، وحينها سيتغير كل شيء، وستشعر بالراحة والهدوء والسلام، وستنتعش روحك من جديد بنعمة ومحبة وفرح. يسوع هيعوضك، وتعويضه ليك مش عبارة عن أيام سهلة جاية وبدايل للراحة، تعويضه إنه معاك دلوقتي وسط الضيق والمشاكل والتعب اللي انت فيه. اطمن، يسوع مش هيسيبك أبدا، هيفرح قلبك، هيديك أعظم تعويض، وهتنسى بيه أي تعب عدى عليك وأي حرمان أو حزن. إلهك يسوع المسيح مش نسيك، ثق في ذلك، هو فاكرك على طول، بيسندك وبيرتب لك حياتك دايما للأفضل. ارمي حمولك عليه، واوعى تحبط أو تيأس من شيء،
لعل ما تمنيته أوشك أن يستجاب. إلهك دايما بيبقى شايف الوقت الصح للاستجابة، وترتيبه بيكون مفرح وتوقيته مثالي، حتى لو ما كانش لأي حكمة في التأخير، لكنه دايما بيرتب حاجة حلوة من إيديه، الفرح والنجاح وكل ما تمتد إليه يداك. فما تقلقش، وتأكد إنه هيستجيب للطلب اللي كل يوم بتطلبه منه في صلاتك، وكل الوجع اللي في قلبك هيداويه. هو شايف وكاشف كل شيء، شايف الحزن اللي مليك، وهيعزيك وهيقويك وهيشفي جروحك. مفيش حد غيره، فاشكره دايما على اللي انت فيه، وثق انه مش هيسيبك ابدا. كل الاشياء بتعمل معا للخير للذين يحبون الله. ولو لقيت كل الابواب اتسدت قدامك، هيفتح لك باب جديد ما كانش على بالك، هيدبر لك حياتك كما يليق. ربنا مش بينساك ولا لحظة، بس انت خليك ماسك في ايديه. هيغنيك وهيفك مشكلتك، ظنك فيه مش هيخيب. ده وانت في الضيقة، ده بيكون اكتر وقت باصص عليك فيه، سواء الضيقة دي حزن او احتياج او تجربة، وبيبقى فرحان لما بتقوله يا رب انا متضايق بس بشكرك. اطمن، يسوع هو ملجأك الوحيد. كل حاجة كانت سبب وجعك هيعوضك عنها، وهتبقى سبب لفرحك. اوعى تيأس، الآية بتقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. هيملأ قلبك بالفرح، وده وعده لينا، فما تقلقش أبدا. هيدبرها لك، وهتشوف رحمته وحنيته اللي ملهاش مثيل. وعوده كلها صادقة، هيضمد جراحك، هو مريح التعابة. زي الآية ما بتقول لأنني سأريح المنهكين وأشدد جميع الضعفاء. تعال لي بكل ألامك وأوجاعك ومخاوفك، وثق إنها ستنتهي تماما وتتحول لأفراح وراحة واطمئنان. اطمن جدا، وضع ثقتك ورجائك فيه، وتأكد إن مهما حصل مفيش غير كلمة ربنا هي اللي هتهديك وتلمس قلبك وتشفيك. هو له كل المجد فاتح ذراعه ليك، وبنوره هيخفي ظلامك، هيقومك، هيطبطب عليك وهيسندك، وهتنسى كل أحزانك. اتكل على أبوك السماوي فقط، وما تتكلش على البشر، واعمل اللي عليك، وثق إنه معاك وهينجيك. آمين. بركة وصلوات أمنا العذراء مريم وشفاعتها القوية تكون معانا كلنا. ربنا يبارككم ويفرح قلوبكم. قناة مريمينا مفرح القلوب.